والمغرب ليست أفضل منا وليست أغنى منا حتى يكون عند المغرب ملاعب مثل تضاهي ملعب البرنابيو أو أقل منه شأنا بقليل. تكنولوجيا البطاطا الناس ماهيش قادره تشريها، الماء ما كاش، يجيك خطره في السمانه تقول لي اراده شعبيه باش يبنوا استاد ب 600 مليون اورو بيناتنا. نعطيك 10 سنين منا على 10 سنين اذا بناو ملعب كيما هذا في الجزائر نروح ليا وهاو الفيديو يبقى ونتحاسبوا انا وياك والله ما يبنوه. اوكي احنا في سنوات البحبوحه كنا قادرين نبنوا 10 ملاعب. لما تحدثت لي وقلت لي بانه في الجزائر لن نشاهد ملعب مثل هذا، انا اقول لك بانه الاموال هي التي تبني الملاعب. من المستحيلات السبع ان يبنى ملعب بهذه الطريقه. السلام عليكم. في قلب العاصمة الرباط تتواصل الأشغال على قدم وساق داخل 3 من أهم الأوراش الرياضية في المغرب: ملعب الأمير مولاي عبد الله، وملعب مولاي الحسن، وملعب البريد. 3 ملاعب ب3 رؤى مختلفة، لكنها تتوحد في الهدف والطموح: تأهيل شامل وفق المعايير الدولية، وتجهيز بنية تحتية حديثة تليق بمكانة المملكة كوجهة رياضية كبرى في إفريقيا والعالم. من ورش التسقيف العملاق في مركب مولاي عبد الله، إلى تحديث مدرجات وعشب ملعب مولاي الحسن، مروراً بتحول ملعب البريد إلى منشأة عصرية في قلب العاصمة. نأخذكم اليوم في جولة ميدانية لتكتشفوا معنا آخر مستجدات هذه الأوراش، ونرصد كيف تسير الأعمال، ما تم إنجازه وما تبقى من مراحل قبل الافتتاح الرسمي. ابقوا معنا فالمفاجآت كثيرة والتطورات متسارعة، والرباط تتحول إلى عاصمة الملاعب الجديدة. لكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، وشكرا. والبداية بملعب مولاي عبد الله. ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط يمثل تحفة هندسية دخلت مشروعها المراحل النهائية. إليك أبرز مستجدات الأشغال. السقف تم إغلاقه بالكامل تقريبا من جميع الجهات، ولم يبقى سوى أماكن صغيرة جدا للإغلاق النهائي وتركيب آخر القطع. كما بدأت الرافعات الكبرى التي كانت تعمل وسط السقف بالتفكيك تدريجيا، وبقي 3 رافعات فقط تنتظر دورها للتفكيك قريبا، مما يشير إلى اكتمال السقف كليا. الواجهة الخارجية وصلت الأشغال فيها إلى اللمسات الأخيرة، بما في ذلك صباغة الزوايا، تركيب الزجاج، وتجربة الأضواء الخارجية التي أضافت جمالية خاصة للملعب ليلا. المقاعد والداخل يتم تركيب المقاعد داخل الملعب بشكل متواصل، والأماكن المتبقية قليلة جدا، ومن المتوقع أن يكون كل شيء جاهزا في الأسابيع القليلة القادمة، بما في ذلك الكراسي، اللوحات الإلكترونية، وأرضية الميدان التي ستكون في أبهى حلة لاستقبال المباريات. التقدم العام: جميع المؤشرات تدل على أن الأشغال تسير حسب الجدول الزمني المحدد دون تأخيرات أو عراقيل كبيرة، مما ينعكس التنظيم والاحترافية والدعم الكبير الذي تتلقاه المشروع من الجهات المسؤولة. الرؤية المستقبلية: يهدف المشروع إلى جعل ملعب الرباط واحداً من أفضل وأجمل الملاعب في القارة الإفريقية والعالم العربي. يعد ملعب مولاي عبد الله اليوم رمزاً للطموح والإنجاز والتطور في البنية التحتية الرياضية بالمغرب. وبالانتقال إلى ملعب البريد، يشهد ملعب البريد بمدينة الرباط تقدماً كبيراً في أشغال تطويره. تتضمن آخر التطورات ما يلي: الأرضية: بدأت عملية وضع الطبقات الأولية في الجزء الفارغ من الأرضية، وهي خطوة أساسية لتهيئة الأرضية قبل تثبيت العشب. أما النصف الآخر من الأرضية فيوجد به هياكل حديدية كبيرة وآليات ضخمة تلعب دورا محوريا في عملية ربط وتمديد السقف. بعد إخلاء هذا الجزء من الآليات ستبدأ مرحلة تجهيزه بجميع الطبقات اللازمة. المدرجات: هناك تقدم ملحوظ في تركيب الكراسي. تم الانتهاء تقريبا من تركيب كراسي المدرج الأرضي. التركيز الآن منصب على المدرج العلوي الذي يشهد أيضا تركيب عدد كبير من الكراسي.
تتميز الكراسي بألوان متناسقة تضفي جمالية كبيرة على الملعب. شاشات العرض. تستمر عملية تركيب هياكل شاشات العرض. تشمل هذه العملية البنايات الواقعة خلف المرميين. ستضيف هذه الشاشات لمسة عصرية وتقنية للملعب، ليس فقط من حيث الشكل ولكن أيضا من حيث الخدمات التي ستقدمها للجمهور. في السقف، الأشغال مستمرة على مستوى ربط وتشبيك الهياكل الحديدية. تعد هذه الخطوة ضرورية جدا قبل الانتقال إلى مرحلة تغطية وتغليف السقف ليكون جاهزا بشكله النهائي. بشكل عام، يتحول ملعب البريد بالرباط تدريجيا إلى تحفة رياضية حديثة، وتشير المراحل المتبقية إلى أن الأشغال تسير في الاتجاه الصحيح وبوتيرة محترمة. وتتواصل الأشغال بملعب مولاي الحسن بالرباط بوتيرة عالية وحماس كبير، مما يؤكد استعداد الملعب لاستقبال مباريات بمستوى عال ووفق شروط عصرية. وأبرز التطورات والأعمال الجارية تشمل انطلاق عملية زراعة العشب الطبيعي الذي وصل إلى أكثر من 35% من المساحة الكاملة. هذا العشب هو من أجود الأنواع التي تتحمل مختلف الظروف المناخية ويوفر أرضية خضراء نقية لأعلى مستويات التنافسية. سبقت زراعة العشب أسابيع طويلة شملت تسوية التربة بطرق تقنية حديثة وتركيب نظام سقي ذكي وعصري يوزع المياه بدقة. يعمل العمال والمهندسون ليلا ونهارا بدقة عالية وبإشراف تقنيين محترفين. تشمل التجهيزات الأخرى تركيب الكراسي الجديدة باللونين الأحمر والأخضر وتثبيت لوحات الإشهار، بالإضافة إلى نظام إنارة حديث ومتطور وفعال لتحسين تجربة الجمهور واللاعبين. الرؤية وراء هذا المشروع هي رفع البنية التحتية الرياضية في الرباط لتضاهي الملاعب العصرية دولياً. المراحل المقبلة تتضمن تثبيت الحواجز الأمنية وتهيئة فضاءات الإعلام وتجربة الإضاءة النهائية وتنظيم مسارات اللاعبين والحكام لضمان سير الأمور بدقة. يهدف المشروع إلى تحويل الملعب إلى تحفة رياضية تستضيف مباريات كبرى، وسيعود فريق الفتح الرباطي للعب على أرضيته.